احنا مش بنتكلم هنا يا اخوانا نقول ايه الشيخ ياسر بيهاجم التبليغ، الشيخ ياسر بيهاجم الاخوان، الشيخ ياسر بيهاجم لا انا مش الموضوع مش هجوم يا اخوانا، الموضوع ده دين. لابد ان احنا نعرف ايه دين ربنا سبحانه وتعالى. مش قضيه انا بنحب الاخوه دول كلهم، كل جميع الاتجاهات الاسلاميه العامله احنا بنحب فيهم هذا الخير، لكن بنتكلم على ان لابد من علاج القصور والنقص والانحراف الذي لا يصلح في اي اتجاه، سواء اخوان تبليغ. الاخوان المراحل الاخيره بقى لهم بتاع اكثر من 30 سنه في قبول ايضا دخول المنهج العلماني. العلمانيه بتضغط بقوه على رموز الاخوان اللي للاسف اصبح كثير منهم قد تصدر دون ان يكون عنده علم، تصدر من خلال العمل السياسي، من خلال العمل الاعلامي والدعائي، ولم يحصلوا على نصيب من العلم، فادى ذلك الى ان يقبلوا ضلالات منكره من يعني فيما يتعلق ب يعني لما يتقال مثلا ان هل تقبلون اذا جاءت صناديق الاقتراع بالغاء الماده الثانيه من الدستور وان الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع، تقبلوا ذلك؟ بامتحانوهم بان انتوا الديمقراطيه عندكم هتوصل لغايه فين؟ قالوا اذا صناديق الاقتراع جاءت بكده احنا هنقبل. ده كلام كفر والعياذ بالله. اللي بيقول انا مستعد اتنازل عن الشرع عشان الاغلبيه وافقت عليه، ده انا اقول لو العالم كله ما بقاش فيه غير راجل واحد يعني يدين بالشرع الله سوف اكون انا هذا الرجل. ده الواجب على كل مسلم ان يعتقد في نفس ذلك. لو ان اكثر اهل الارض ضلوا اقول انا اتبع ذلك وارضى بذلك واقبل؟ هذا كلام لا يقبله عاقل. لو لابد ان نحافظ على هويه الصحوه الاسلاميه التي هي الانتماء الى الاسلام وليس الى اي منهج منحرف، وليس الى قبول الدعاء على ابواب جهنم. العلمانيه المعاصره دي زي البدع القديمه بل اشد.